تخيل معايا في واحد النهار فتحتي التلفازة باش تفرج في الأخبار وكتلقى أن المنتخب المغربي قبل نهار واحد من كأس العالم وقعت معاه كارثة. فريق كامل تالف داخل واحد الكهف وما عرفش يخرج 9 أيام كاملة. هاد الشي بالضبط اللي وقع لواحد الفريق ديال كرة القدم بالمدرب ديالهم في تايلاند. وهذا الشيء هذا وقع لهم هما في واحد المهمة استكشافية الفوق في واحد الجبل في تايلاند. عملية إنقاذ تاريخية محفوفة بالمخاطر لإخراج من تبقى من التلاميذ ومدربهم لكرة القدم من داخل كهف في شمال تايلاند. القصة بدات في 23 يونيو 2013، يعني غير شي أعوام قليلين. واحد الفريق ديال كرة القدم بغى يمشي يدير واحد الرحلة استكشافية الفوق في واحد الجبل. الفرقة اللي مشات لهاد الجبل مكونة من 12 لاعب زائد المدرب ديالهم، وهاد اللعابة هادو الأعمار ديالهم كتراوح ما بين 12 و 16 سنة، ومعاهم المدرب ديالهم إيكابون كان داون اللي عنده 25 سنة. وكانوا كاملين فرحانين بهاد الرحلة، نشطوا شوية وضحكوا ولعبوا بالبيكالات ما خلاو ما داروا، وكانوا متحمسين انهم يدخلوا لهذا الكهف هذا. ولكن من بعد ما دازوا غير شي سويعات قليله حتى شي واحد ما بقى عنده الاثار، وحتى شي واحد ما كيجاوب في التليفون. ومنين الاهالي ولا العائلات ديالهم كيتواصلوا مع اللعابه حتى شي واحد ما عنده الريزو وما كاينش الاثار ديال هاد اللعابه. هنايا بطبيعه الحال العائلات ولات كتخاف واتفقوا ما بيناتهم، قالوا الدراري ديالنا مازال ما جاو، نورمالمون كان خصهم يكونوا في الدار هذه شي 3 السوايع. وهنايا مشاو جمعوا الاهالي كاملين ومشاو نيشان لهذا الكهف هذا. وهنا كانوا عارفين بطبيعه الحال فين مشاو والديستيناسيون ديالهم وداكشي كامل. وفعلا لقاو البيكالات ديالهم والشنطات ديالهم مازالين في الدخله ديال الكهف. هنايا العائله نيشان مشاو عند البوليس يبلغوا ولا يحطوا شكايه، وعاودوا لهم القصه من الاول حتى الاخر، وقالوا لهم بان راه مشاو لهذا الكهف الفلان فلاني وراه بقاوش كيجاوبونا في التليفون. ومنين مشينا نشوفوا راه لقينا البيكالات ولقينا كذا كذا، وبداو البوليس في الاجراءات رسميه. وهنايا البوليس ديال تايلاند كيعيطوا الامهار الغواصين اللي كاينين تما في البلاد. وهنايا كتبدا اغرب عمليه ديال البحث وقعت في التاريخ ديال تايلاند. ومنين كانوا داخلين هاد الغواصين لداخل ديال الكهف كيتفاجئوا بكميه ديال الماء اللي ماشي طبيعي واللي ماشي في المستوى ديالو العادي الاعتيادي. الماء بزاف وغادي بواحد الجهد ماشي عادي. وهنا غيجي في بالك واحد السؤال، كيفاش هاد الماء جا في هاد الجبل وكيفاش تكون وكي داروا اصلا الدراري دخلوا لهاد الكهف واخا الماء مغرق الكهف. في الاول خاصنا نفهموا التركيبه ديال هاد الجبل ولا كي دايروا التضاريس ديالو. هاد الكهف هذا سميتو كهف ثامن لوانك. الجبل ديال دوين لانك اللي كاين تما داخل الكهف مكون بزاف ديال الاحجار فيهم واحد الاشواك معلقين في السقف. منين كتجي الشتا مجهده كتدخل الشتا من الفوق ديال الكهف وكيدخلوا عبر ديك الاحجار وكيبقى يكب الماء ديال الشتا لداخل ديال الكهف. وهنا كيتكون واحد الواد كبير في الداخل ديال الكهف. والداخل ديال الكهف كاينه واحد النقطه ديال التقاطع ديال جوج ديال الويدان، واحد جاي من اليمين واحد جاي من اليسار. وفي هذا النهار هذا اللي جاو هاد الدراري الرحله الاستكشافيه لهاد الجبل هذا طاحت بزاف ديال الشتاء خيطه من السماء ما كتحبش. ومنين طاحت الشتاء بهاد النسبه هذه المدخل ديال الكهف تسد بالنيفو ديال الماء اللي طلع. وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى ان التلاميذ يدخلوا وما يلقاوش منين يخرجوا، لان المخرج ديال الكهف ولا مسدود ما عندهم منين يدوزوا. داكشي علاش جات الفرق ديال البحريه في تايلاند باش يديروا المعاينه ويشوفوا منين يقدروا يدخلوا لهذا الكهف ويخرجوا الدراري بلا ما توقع لهم شي حاجه. ولكن للاسف ما كيبان لهم والو بسبب النيفو ديال الماء اللي طالع. والمشكل هنا الكبير ان الشتاء مازال كطيح لحد دابا والنيفو ديال الماء كيزيد وكيطلع. ورجعوا بحالهم باش يشوفوا شي خطه ديال الانقاذ وحده اخرى، حيت راه ما قدروش هنايا وما عندهمش الموارد الكافيه باش يعتقوا هاد الناس. وهذا الخبر هذا وصل للجهات العليا اللي كاينين تما في تايلاند. يعني الخبر كبر بزاف وبزاف ديال الصحف ولات كتسيق الخبر. يعني الضغط كيزيد نهار على نهار على الحكومه ديال تايلاند. تخيل معايا مجموعه ديال اللعابه ديال الكره مجموعين في الوسط ديال الكهف والحكومه التايلانديه كامله ما قدراتش انها تدخل ولا تعتق هاد اللعابه هادو. وهنايا عيطوا بزاف ديال المسؤولين كبار في الدوله باش يتدخلوا في هاد الكارثه هادي. هنايا الحكومه ديال تايلاند بقات كتقلب وحتى لقات واحد الخبير من الخبراء ديال الكهوف. هاد الخبير هذا دوز 8 سنين من الحياه ديالو وهو كيدرس هاد الكهف هذا والتضاريس ديالو وكيفاش داير والدخله والخرجه والاحوال الجويه اللي كتجي تما وبزاف د الحوايج. هنايا فاش جا هاد الخبير هنايا ودار المعاينه ديالو قال للسلطات باللي الاحوال الجويه اللي كاينين دابا في هاد الكهف ما تسمحليش انا واخا عندي خبره كبيره في هاد الكهف هذا انني ننقذ هاد الناس. ودابا حاليا هاد السيتوياسيون خاصه منقذين ومنقذين كيعرفوا شنو كيديروا. زائد انه ضاف ولا قال لهم بان هاد الكهف هذا حاليا في هاد التضاريس هادو خاصو نخبه ديال الغواصين في المجال ديال الغوص، وماشي اي غواصين وناس عارفين شنو كيديروا. هذا راه ماشي غيمشيو يغوصوا في الداخل ديال البحر. انا كندوي لك على كهف، والكهف راك عارف التضاريس ديالو طلع هبط حجار بزاف ديال الحوايج. وهنايا كيستدعاو امهر
الغواصين اللي كاينين في بريطانيا. الحركه الاولى اللي داروا هو ان بزاف ديال العملاء تما واقفين بمضخات ولا بومبات ديال الماء كبيرين باش يحيدوا الماء من الوسط ديال الجبل ويخرجوه من تما باش يقلوا شويه المنسوب ديال الماء. وفعلا منين نقص المنسوب ديال الماء دخلوا هاد الغواصين البريطانيين وكيقلبوا في اي نقطه في الوسط ديال الكهف. حتى دازت تقريبا 10 ايام من الرحله ديال البحث حتى كيكتشفوا المفاجاه، حتى كيلقاو على بعد 4 كيلومتر من المدخل ديال الكهف واحد كيغوت وكيسمعوا واحد الصوت غريق وخفيف من الداخل ديال الكهف. وهنايا كيتحركوا الغواصين كاملين جروب باش يمشيو ويتبعوا المصدر ديال الصوت باش يشوفوا منين جاو. وفعلا منين كيمشيو هاد المسافه كامله كيلقاو اللاعبين كاملين بالمدرب ديالهم جالسين في واحد البلاصه عاليه شويه على المنسوب ديال الارض، بحكم ان الماء كان مغطي الارض تماما. في الاول فاش بدا المنسوب ديال الماء كيطلع في الجبل بشويه بشويه، هنايا قرر المدرب مع اللعابه ديالو انهم يطلعوا لشي بلاصه عاليه باش ما تقيسمش الماء وما يغرقمش المنسوب ديال الماء اللي دايز في الوسط ديال الواد. وهنايا طلعوا لواحد البلاصه عاليه ب 37 متر تقريبا على الارض اللي كاينه لتحت. هنايا طبيعه الحال فاش وصلت الخبر لبرا وقالوا بانهم لقاو اللعابه مع المدرب ديالهم، الناس كلها ولات فرحانه ولاو كينشروا الخبر في تايلاند كامله وماشي غير تما وحتى في الصحف العالميه، وصافي كيقولوا بان راهم عتقوا داك اللعابه زائد المدرب وغيبداو في الخطه الجديده اللي هي الانقاذ وباش يخرجوهم من الوسط ديال الجبل. وهنايا اول حاجه غيديروا هي غيجيبوا لهم الماكله والماء اللازمين، حيت هاد المده كامله اللي كانوا في الجبل ما كانوش كياكلوا بحكم داك الماكله القليله اللي كانوا خداو معاهم غير في نهار واحد، زائد انهم كانوا كيشربوا غير الماء اللي كان قدامهم. وهنايا بداو هاد الغواصين البريطانيين انهم ينسقوا مع السلطات التايلانديه باش يخرجوا هاد الناس ولا باش يخرجوا هاد اللعابه هاد. وهنايا كان عندهم 3 ديال الاختيارات لا رابع لهما. والحل الاول هو انهم يتسناو حتى تسالي هاد الشتا وما تبقاش تطيح في مره ويتسناو الماء تهبط المنسوب ديالو ويخرجوهم. وهذا الحل هذا تقنيا مستحيل لانهم ما عارفينش امتى غتسالي الشتا وتقدر تبقى الايام وتقدر تبقى الشهور. اما الحل الثاني هي انهم يبقاو يقلبوا في الوسط ديال الكهف ولا في الكهف كامل على شي مخرج ثاني للكهف ولا شي مدخل ثاني في السقف ديال الجبل، يقدر يلقاو شي مخرج ولا شي مدخل من تما ومن تما يخرجوا هاد اللعابه. ولكن من بعد بحث طويل وعياو ما يقلبوا على شي مخرج تما قدام الكهف ولا شي مدخل، ولكن ما لقاوش في مره للاسف. وهنايا ما بقى لهم غير الحل الثالث واللي هو اصعب حل من هاد الحلول اللي دازوا، واللي هو كالتالي: ان الغواصين اللي دخلوا لعندهم يعلموهم تقنيات الغوص ويدخلوهم معاهم من الطريق اللي دخلوا منه الغواصين. وهنايا رد بالك من هاد القضيه، انا ما كنقولكش يغوصوا في الوسط ديال البحر ولا شي واد ولا شي حاجه، هنا راه وسط ديال الجبل مع دراري شباب ما عندهم حتى شي فكره على كيفاش يغوصوا ولا كيفاش يديروا يعوموا في هاد التضاريس هادو، واللي المفروض انهم يعوموا لمسافه 4000 متر تحت واحد الماء مظلم بزاف وما عارفين لا منين يدوزوا لا منين يتحركوا. ومن بعد بزاف ديال الهضره الغواصين والخبراء ما بالهمش بان هذا حل عملي، وهنا يسمحوا في هذا الحل وبداو تنفيذ ديال احمق خطه ديال الانقاذ، واللي هما انهم ينعسوا هاد الاطفال هادو واحد بواحد ويبداو يخرجوهم واحد بواحد وهما فاقدين الوعي. وهنا جابوا امهر الاطباء في المجال ديال التخدير باش يعطيوهم الجرعات المناسبه لهم، وكل واحد على حسب السن ديالو تعطالو الجرعه ديالو المناسبه باش يقدر ينعس. ولكن كاينه واحد المشكله هنايا، هاد الجرعه اللي غيعطيهم ديال التنويم كتقدر تبقى غير ساعه ومن بعد غيفيق هذاك الخونه اللي منوم. اما الرحله ديال الانقاذ تقدر توصل حتى ل4 السوايع بحكم المسافه والتضاريس ديال هذا الجبل هذا. داكشي علاش الاطباء داروا مع الغواصين خطه تفصيليه، هي انهم يهزوا كل واحد من دوك الدراري ويحطوهم في الشومبر ولا في البلاصه اللي قريبه لديك البلاصه اللي كاينين فيها. وهنايا الخطه اللي غادي يمشيو عليها انهم غيهزوا واحد من دوك اللعابه ديال كره القدم وغيديوهم لواحد البلاصه ما فيهاش الماء ولا المنسوب ديال الماء ديالها هابط ويحطوا تما، ويعني كل نص ساعه غيديروا واحد الفتره ديال الاستراحه باش يزيدوا له الجرعه قبل ما يفيق. وهنايا غادي يضمنوا ان داك اللاعب يبقى ناعس طوال هذه المده ديال الانقاذ. وجابوا بزاف ديال الغواصين تحسبا لا توقع شي حاجه هما كيديروا هذه العمليه ديال الانقاذ، زائد جابوا بزاف ديال القرعه ديال الاكسجين لا ربما يوقع شي طارئ ولا شي حاجه. وهنايا في النهار ديال 8/7/2013 بدات رسميا هذه العمليه ديال الانقاذ. وفعلا مع الوحده ديال النهار دار الغواص القرعه ديال الاكسجين في واحد اللاعب من اللعابه اللي كاينين تما ودار له الستره ديالو ديال النجاه وربطوا في واحد الحبل فيه، ومن بعد بدات العمليه ديال الانقاذ. وهنايا زادوا دخلوا 3 ديال الغواصين وحدين اخرين وداروا عاوتاني واحد 3 الدراري وحدين اخرين داروا لهم نفس العمليه، قرعه ديال الاكسجين واللباس ديالهم والحبل وربطوهم وبداو في العمليه ديال الانقاذ. ومنين داز
ساعتين تقريبا كانوا في الغرفه الثانيه من قبل الغرفه اللي كانوا فيها اللعابه. هنايا ما بقات لهم غير ساعتين ويخرجوا، وبداو في العمليه عاوتاني ديال الانقاذ. ورد بالك هنايا راه ما كيبان حتى شي حاجه، والظلام، وهاد الغواصين مازال كينقذوا هاد اللعابه حتى وصلوا للغرفه ديال الانقاذ الاولى اللي بداو منها هاد العمليه، وعطاوهم الفرق ديال الانقاذ اللي كاينين برا باش يخرجوهم برا الكهف باش هما يرجعوا يجيبوا اللعابه اللي بقاو. وهذه كانت اسعد لقطه للاعلام التايلاندي. اش من اعلام تايلاندي، الاعلام ديال العالم كامل كلشي كان فرحان وكلشي كان متفائل بهاد العمليه ديال الانقاذ وكيفاش داروها بواحد الاحترافيه كبيره، لان هاد العمليه ديال الانقاذ ديال هاد الثلاثه الاولين عطات واحد الامل لهاد الناس باش يزيدوا ينقذوا الناس اللي بقاو. وفعلا في الاخر هادشي اللي وقع، بداو خرجوا 4 وحدين اخرين، والغد ليه خرجوا عاوتاني 2، بقاو على هاد الحال حتى النهار الرابع. هنايا غتوقع واحد الكارثه، غيفقدوا الاتصال بواحد من الغواصين اللي كانوا كيعتقوا هاد اللعابه. وهنايا اللي وقع ان الحبل اللي كان رابط الغواص باللاعب تقطع. وهنايا كيف ما قلت لك الظلام اللي كان في الوسط ديال الكهف صعب عليه انه يقلب على هاد الحبل اللي تقطع. وفعلا من بعد تقريبا 4 ساعات ديال التقلاب كيلقى هاد الحبل وكيتبع هاد الحبل حتى لقى الدري. وخليني نقول لك بان هاد 4 ساعات اللي دازت ب4 ايام على الشعب التايلاندي، حيتاش كان متوتر يسمع ان واحد من الغواصين فقد الحبل. ولكن في الاخر الحمد لله هاد الغواص خرج بسلام مع هاد الشاب اللي معاه. وهكا كملات العمليه ديال الانقاذ حتى بقاو كيخرجوهم واحد مورا الثاني حتى كملات هاد العمليه ديال الانقاذ. وهكا كتكون سالات واحده من اعقد عمليات الانقاذ اللي دازت في التاريخ ديال تايلاند. وبهكا كتكون سالات واحده من اغرب القصص، ولكن الحمد لله بنهايه سعيده. وبهكا عاوتاني كيكون سالا الفيديو ديال هاد النهار ديالنا. ما تنساش تخلي لي الراي ديالك في كومونتير، وما تنساش دير شي جيم وبارطاجي الفيديو مع صحابك، ونشوفك في فيديو الجاي.